بسم الله ما شاء الله، ادي صينيه الكنافه الجميله ما شاء الله على ريحتها يا ولاد. ما اقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما اي حاجه حبايب قلبي، صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وقبل ما اقول هنعمل ايه من وصفه سهله وبسيطه واقتصاديه ان شاء الله يا رب تكون مكوناتها متوفره في بيتنا ان شاء الله، دايما بيتنا عمرانه. ما تنسوش تهدوني من ايديكم باحلى لايك واحلى اشتراك وتفعلوا زر الجرس وتقولوا لكل حبايبكم ومعارفكم عن مطبخ الست بسيطه وبنوتتها. يلا على طول نقول هنعمل ايه النهارده ان شاء الله يا حبايب قلبي. هنعمل مع بعض صينيه كنافه، بس مش صينيه الكنافه التقليديه اللي هي بالحشوه الحلوه او باللي بنسقيها شربات، لا هنعملها بحشوه حادقه كده اهو، بس هتكون جميله وبطريقه حلوه وجميله ان شاء الله واقتصاديه هتعجبكم كلكم. ونغير زي ما قلت لكم كتير من مطبخنا ومن وصفاتنا ومن اكلاتنا، ونجدد كده عشان نفرح عيلتنا. يلا اوام اقول لكم ايه اللي هنعمله مع الكنافه. انا عندي حبايب قلب كنافه، ايه الكميه اللي انت عايزاها قطعتها صغيره زي ما انتم ما شايفين كده، لازم تبقى متقطعه صغيره. عندي الحشوه، والحشوه دي اللي انت عايزاها واللي متاحه عندك تعمليها. عندي سمنه مسيحاها زي ما انتم ما شايفين. هاخد بقى كده معلقتين 3 سمنه وارشرشهم كده واشبع بيهم الكنافه عشان تطعم بالسمنه بتاعتي بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. واشبع كده الكنافه زي ما انا ما قلت لكم، معلقتين 3 كده من السمنه، واقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شبعت الكنافه اللي عندي بالسمنه كلها، انا دلوقتي جبت صينيه برضه حطيت فيها معلقتين من السمنه ودهنتها. اجيب بقى شويه كنافه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. مش نص الكنافه لاني انا هعملها عباره عن طبقات. بسم الله الرحمن الرحيم. احط طبقه من الحشو. بسم الله الرحمن الرحيم. واجي احط طبقه من الكنافه. بسم الله الرحمن الرحيم. احط بقى فوق طبقه الكنافه دي رشرشة كده سمنة كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم عشان تبقى ايه حلوة ومطعمة عندنا برضو. واجي برضو احط طبقة من الحشوة، وهكذا يعني طبقة من الكنافة، طبقة من الحشوة، معلقة سمنة كده على الوش، وهكذا اعمل الصينية بتاعتي كلها واوريها. بعد ما عملنا صينية الكنافة بتاعتي زي ما انتم ما شايفين طبقات طبقات كده، وجيت في الاخر قمت ضغطة بسيطة عشان ما تبقاش هايشة لفوق. دلوقتي بقى هنعمل لها التشريبة بتاعتها، ايه عبارة عن بضاية وعلى اللبن. تعالوا بقى نشوف هنعملهم ازاي ونحطهم ازاي. اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل بالبضايه. بسم الله. سنه من الفلفل الاسود، سنه من الملح، بربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، واقوم اقلب بقى خليطنا ده كله جامد. بسم الله الرحمن الرحيم. بقى الكنافه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شربت الصينيه اجي بقى برضو معلقتين سمنه كده على الوش برضه عشان تتطعم. صينيتنا كده تمام التمام. انا مولعه الفرن، لازم تكون سخنه. هدخلها ابص عليها بعد نص ساعه، لقيتها خدت الوش الحلو الجميل واستوت هقوم مطلعاها. لقيتها لسه هقوم ايه اسيبها تكمل سواها. احطها دلوقتي بقى في الفرن واشوفها لما تطلع وتستوي، ونشوفها مع بعض بشكلها الحلو ايه الجميل ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. صينيتنا الحلوة الجميلة يا ولاد اللي عملناها بطريقة جديدة وحلوة ومش مكلفة، زي ما قلتلك بأي حشوة انت تعمليها، حتى لو حشوة خضار مش هتقول لا. طعمها وريحتها ومغذية بسم الله ما شاء الله، وحاجة جديدة وجميلة. قومي يا حبيبة قلبي اعملي أحلى صينية كنافة فرحي بيها بيتك وعيلتك. وبصي يا ولاد الجمال، بصوا الجمال الله هو اكبر ما شاء الله. حاجه كده لا قوه الا بالله، جميله. حاجه عملناها بسهوله ببساطه. جددنا في صينيه الكنافه اللي احنا بنعملها على طول الحلوه، عملناها حادقه بطريقه بسيطه باي حشوه عندك. ما تعقديش نفسك ان شاء الله، حتى يا رب شويه خضار كده وتعصجيهم وتعملي احلى صينيه كنافه حلوه مغذيه ما شاء الله عليها زي ما انتم ما شايفين. واللون بتاعها كده الجميل ما شاء الله. وبصوا من بره كده ناشفه وحلوه، ومن جوه طريه وجميله، والحشوه ما شاء الله. هما حبايب قلبي اعملوا احلى صينيه كنافه جديده عملناها بطريقه حلوه بطريقه سهله باي حشوه عندك يا حبيبه قلبي. ما تقولش لا. الف صحه والف هنا على قلوبكم. واقول لكم ما تنسوش اللايك، ما تنسوش الاشتراك، ما تنسوش تفعيل زر الجرس، تقولوا لكل حبايبكم وجيرانكم ومعارفكم عن مطبخ ست بسيطه وبنوتتها اللي بتقدم وصفات واكل بسم الله ما شاء الله على قد ايدينا كلنا.
يومكم ونهاركم مليان بسعاده وبرضا من عند رب العالمين، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.